قميص لتحضير الجن والعفاريت موجود في المتحف الإسلامي المصري. والله زي ما بقول، قميص المفروض انه معمول بيحمي اللي يلبسه من اذى الانس والجن، بس بدل ما يبقى القميص المبروك بقى القميص الملون، قميص المأمون، او القميص اللي جه في فيلم الفيل الازرق. لا تخاف لكن احذروا. فايه قصة القميص ده، وايه اللي جابه مصر، ومين صاحبه، وازاي دخل المتحف الإسلامي المصري، وايه اثار الدم اللي على رقبة القميص ده؟ خلونا نعرف ايه قصة القميص في ايه الحكايه. على حسب اللي توصل اليه الباحثين، قالوا ان القميص ده من 350 سنه، يعني بالتقريب في عهد الخلافه الصفويه بايران. بس مش معنى كده ان القميص ده حكر على اهل الشيعه وايران، بالعكس ده لبسه السنه والشيعة. ليه؟ لأن كان منتشر في العهد ده إن هم كانوا بيعملوا قمصان زي دي مكتوب عليها آيات قرآنية وأذكار حفظ، بيلبسها الحكام والسلاطين تحت زيهم العسكري تيمنا وتبركا بيها، عشان